قصة حصلت علي أنا وأنا طالب أيام المدرسة، وكان وقتها عمري ما يتجاوز ال 11. هي كانت عام 1409 أو 10، 9 تقريبا. كان مدير المدرسة الله يرحمه ويسامحه الأستاذ فلاجي بن سعد الروقي، مدير مدرسة المحان الله يرحمه، وشديد رجال شديد على الطلبة. خلنا المدرسة كلها ماشية صح، مدرسين وطلبة، وله هيبة وأوامره قوية. المهم وعندنا مدرس صعب، مدرس الدين، قال لي ما يجيب قرآن بكرة راح ينفرش قدام الطلبة، جلد ضرب. المهم واخذني ابوي يوم جيت اليماني ابوي القرآن، ولا جبت قرآن. بجنبي وليد طلعت مصري طالب. وليد طلعت هذا علومه ضرمه مديرة المدرسة حقتها بنات، ولد المديرة هو، واحسن من قرآنه، من ضمن القرآنات هذه. ولو انها قال من اللي ما جاب قرآن من، وانا طالع يا وليد طلعت ما عايم في عايم غافل، وانا خم قرآنه، وانا افتح لا انا عرفت الصفحة رقمها كذا وكذا، وانا اكتب ذكريات متعب جاد، وانا اخليها عندي عشان لما قال القرآن يقول هذا ذكريات يا عالم. ما دريت ان الدنيا. المهم قال وين قرآنك يا وليد؟ فتش علينا المدرس، قال استاذ قرآني هنا، هذا قرآني. قلت لا والله لا قرآنه ولا يحزنون، هذا قرآني أنا. المهم يحولنا على المدير فلاج سعد، قال روحوا للمدير يحل القضية. وين من المدير ولاني معتمد على توقيعي هذا ما يقص راسي زيفين، وحافظ الرقم الصفحة ما تروح. قال القرآن حق مين؟ المصري ما يهرج، قال يتبسم أضرع عندها الخبر اليقين، وأنا ما عندي غرض ضاعة. قلت القرآن حقي أنا، معتمد على توقيعي. قال القرآن، قلت القرآن حقي أنا طال عمرك يا أستاذ فلاج. قال وش؟ قلت في صفحة كذا وكذا كاتب ذكريات متعب جاد، ويكشف على الصفحة ذكريات متعب جاد. قال الأستاذ فلاج ممكن كلمة راس يقولها المصري ويخاليها أضرع. قال قرآن أمي، والدليل أن الرئاسة العامة لتعليم البنات. ويوم عاين الاستفلاج إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات عرف أن المصري صادق، ويا ما شاور عطاه هي على طول طلع. قال تكذب على من أنت؟ هذا قرآن أمه، الرئاسة العامة لتعليم البنات، أمه مدينة مدرسة. الله يجعل علبه والله يسلط علي، راحت براطني من غير كل شيء، ويضربني ضرب فرش في اليد، واصلنا الفصل وحرارة ضربة يدي في سبدي. تالي ما عاد سرقت القرآن حتى المسجد، الحين يقول اني خاف اللي جيت اقرا.